دلوقتي مع كلمة للأستاذ عادل زكي من خدام كنيسة الملاك ميخائيل بطنطا ومشرف رحلات. كل سنة وانتم طيبين. احنا بمناسبة حضورنا الاحتفال بعشية عيد القديس أباس خيرون القليني في دير ماري مرقص والقديس أباس خيرون القليني في طريق العلمين. بنشكر المهندس فادي صبحي على المبادرة الجميلة اللي هو عملها ديت، وصاحب مصنع يوسف باور للمحولات بطنطا. طبعا الاحتفالية عشان تتم مش بالسهولة اللي احنا شايفينها دي، ده وراها عمل كبير ومجهود مبذول عشان تخرج بالإخراج الكويس اللي احنا شايفينه ده. مبادرة المحبة ديت علشان الناس تيجي الدير والزوار ياخدوا بركة الدير، كان وراها المجهود اللي قام بيه الأخ فادي عشان ياخد موافقة أبونا الراهب لوكاس الأنبا بشوي رئيس الدير، وأبونا الراهب كراس أفا ماركوس أمين الدير. مش هطول بقى القصة، احنا سمعناها من الآباء الكهنة بتاعة نقل الكنيسة، بس احنا عندنا في كنايس كتيرة باسم أباس خيرون القليني في القطر المصري. هنذكر منها على سبيل المثال عندنا كنيسة الشهيد أباس خيرون القليني في البيهو اللي هي اتنقلت ليه، وعندنا كنيسة الشهيد أباس خيرون القليني في جبل الطير في صملوط، وعندنا كنيسة السيدة العذراء مريم والشهيد أباس خيرون في إحدى قرى مغاغة محافظة المنيا. نلاقي إن المنيا لها النصيب الأكبر في وجود القديس أباس خيرون القليني فيها. عندنا في كنائس كتيرة موجودة في القطر المصري، بس أنا مش هقعد أعد فيها علشان الوقت متحدد بفترة بسيطة يعني. في النهاية بنقول الرب يديم هذه الزيارات المفرحة لدير القديس العظيم ماري مرقص الرسول والشهيد أباس خيرون القليني، وربنا يديم كهنوت الراهب لوكاس الأنبا بشوي رئيس الدير، وأبينا الراهب كراس أفا ماركوس أمين الدير. احنا طبعا خدنا بركة الثلاث كنايس اللي موجودين في الكنيسة، كنيسة ماري مرقص والقديس أباس خيرون، وعندنا كنيسة العذراء خدنا بركتها، وعندنا برضو في المكان دوت كنيسة الثلاث فلاحين. ثلاث فلاحين دول شهداء إسنا وأجسادهم موجودة هناك. مين هم بقى الثلاث فلاحين؟ سورس وأنطوكيون ومشهوري. الرب يديم زيارتنا لهذه الكنيسة ويبارك في المهندس فادي صبحي صاحب مصنع يوسف باور للمحولات بطنطا وصاحب المبادرة العظيمة ديت، ولكننا احنا طماعين ننتظر منه مبادرات أخرى، وبركة القديس أباس خيرون القليني وجميع الشهداء اللي موجودين في الدير تكون معنا، ولربنا المجد الدائم إلى الأبد آمين. بنشكر أستاذ عادل زكي.